السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده نستعرض معاكم نتائج جولة 24 من الدوري الأسباني، ترتيب الفرق بعد مباريات اللي اتلعبت امبارح، وكمان ترتيب الهدافين من الليجا. يلا بينا نبدأ. نتائج المباريات اللي اتلعبت امبارح من الدوري الأسباني في الجولة 24: فالنسيا تعادلت 1-1 مع فياريال، تعادل عادل بين الفريقين في مباراة متوازنة. وسيلتا فيجو تعادلت مع أتلتيكو مدريد 1-1. أتلتيكو مدريد فقد نقطتين مهمين جدا في صراعه على اللقب. وريال مدريد تعادلت 1-1 مع ساسونا. الملكي يتعثر في ملعبه ويفقد فرصة توسيع الفارق في الصدارة، وكده برشلونة لو فاز الماتش الجاي هيبقى في الصدارة بفارق ترتيب الهدافين. والمباراة اللي بعديها ليجانيس تعادلت 3-3 مع ألافيس، مباراة مثيرة انتهت بتعادل مثير مليء بالأهداف. وختافي فازت على جيرونا بنتيجة 2-1. ختافي يحصد 3 نقط ثمينة في سباق المراكز الأوروبية. الجولة شهدت تعادلات كتير، والفرق الكبيرة زي ريال مدريد وأتلتيكو فقدوا النقاط، وده ممكن يأثر على شكل المنافسة في الأسابيع الجاية. ندخل بقى على الترتيب بتاع الدوري الأسباني. بعد نهاية مباريات أمس اتغير ترتيب الفرق في الدوري الأسباني، ونستعرض معاكم جدول الترتيب المحدث. في المركز الأول ريال مدريد ب51 نقطة، وفي المركز الثاني أتلتيكو مدريد ب50 نقطة، وفي المركز الثالث برشلونة ب48 نقطة، في المركز الرابع أتلتيكو بالباو ب44 نقطة، وبعدها فياريال، وبعدها رايو فابيكانو، وبعدها أوساسونا، وبعدها ريال سوسيداد، وبعدها جيرونا، وبعدها ريال مايوركا، وبعدها ختافي، وبعدها سيلتا فيجو، وبعدها ريال بيتيس، وبعدها اشبيليا، وبعدها ليجانيس، وبعدها لاس بالماس، وبعدها فالنسيا، وبعدها اسبانيول، وبعدها ألافيس، وبعدها بلد الوليد في المركز ال20. الفرق بتتنافس بقوة على مراكز الدوري الأسباني، وفي نفس الوقت صراع الهبوط مشتعل بين فالنسيا واسبانيول وألافيس وبلد الوليد. الأسابيع الجاية هتكون حاسمة جدا، ومستنيين نشوف مين هيحسم اللقب ومين هيودع الليجا. ندخل بقى ترتيب هدافي الدوري الأسباني بعد مباراة امبارح. روبرت ليفاندوسكي لاعب برشلونة في المركز الأول ب19 هدف، وكيليان امبابي لاعب ريال مدريد في المركز الثاني ب17 هدف، ورافينيا لاعب برشلونة في المركز الثالث ب13 هدف، وبوديمير لاعب أوساسونا في المركز الرابع ب13 هدف. ليفاندوسكي متصدر الهدافين بفارق بسيط عن امبابي، لكن المنافسة قوية جدا، خصوصا ان رافينيا وبوديمير دخلوا في الصورة بقوة. وده كان تقريرنا مباريات امبارح في الجولة 24 من الدوري الأسباني. شاركونا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدوا ان ريال مدريد يقدر يحسم اللقب، ولا المنافسة لسه مفتوحة؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا ليكم، ونشوفكم فيديو جديد. سلام.